طيب يا حلاوة، أخوك بكل بساطة جايب لك النهاردة مهارة وأسلوب لعب جديد إن تعودت عليهم وأتقنتهم. راح يتغير لعبك يعني بدرجة 180 درجة. لو أنت يعني لعبك لسه في المتوسط فهيتغير لعبك يا صديقي بكل بساطة 180 درجة ويتحسن بشكل كبير. المهارة يا صديقي اللي هو بكل اختصار إن أنت تلعب على يعني على خطأ الخصم. يعني تقريبا او بنسبة 100% كل لاعب في بابجي ليه اخطاء، وكل لاعب في بابجي بيعمل حاجات ساعات في الفايت تخليه يخسر الفايت. فانت بكل بساطة يا صديقي جاي اقولك النهاردة اللي انت تلعب اثناء الفايت تركز، ولو خطأ 1% يعني للي قصادك او الخصم بتاعك يعني هيقع في الخطأ ده، المفروض اللي انت تستغله، والمفروض اللي انت يعني تستغل الخطأ ده علشان تفوز بالفايت. طيب هو ده اسلوب اللعب وهي دي المهارة اللي انت لازم تتعلمها ولازم يعني تتقنها كويس. لو انت وزود من لعب السولو سكواد كتير او بكتير خالص الدو سكواد علشان تتقن المهارة دي وتتعود عليها ويصبح يعني المواجهات المباشرة ايزي بالنسبة لك. وبس كده، هي دي كانت المهارة يا صديقي. وتعالى بقى نخش على شرح الفايتات دي وازاي يعني اشرح لك في الفايت ازاي تواجه السكواد اللي قدامك، سواء كان 1 أو 2 أو 3 أو 4. هنا يا شباب اثناء الفايت كل اللي طالبه منك ان انت ما تتوترش وتلعب بذكاء. طيب هنا الفايت زي ما انتم شايفين كان في سكوادين بيفايتوا مع بعض وسكواد خلص سكواد، فانا وقعت واحد من السكواد اللي فاضي وشوفوا دمجني ازاي، والتاني كان طالع فانا مضطر اسحبه للاوضه. لو كنت لسه فضلت واقف على الباب كان جابني ايزي، فانا فنشت هنا وسحبته الاوضه وفنشت، فصاحبه التاني هيخش يعني مستعجل عشان ما فنش صاحبه، فتسحب الجويستيك يم الكفر يم الزاويه اللي انت فيها وتضرب بري فاير، يعني ترفع البري فاير وتضرب بري فاير لفوق وهو هيخش عليك مستعجل وهتجيبه ايزي. زي ما انتوا شايفين كان الدم عامل ازاي. واللي كسبنا الفايت هنا بذكاء ان انا سحبت لما اتدمجت، وقعت واحد واتدمجت من التاني والتالت كان طالع على السلم. لو كنت لسه فضلت واقف على باب الاوضه كان جابني ايزي وكانت زاويته هي الاحسن، فانا سحبته للاوضه وخش مستعجل على اساس ان انا متدمج وجبته وصاحبه اللي دخل سحبت الجويستيك ناحية الكفر وضربت بري فاير وجبت ايزي. طيب هنا زي ما انتوا شايفين بش عليا كمان واحد، انا فتحت النت هنا سمع النت دخل، فانا طبيعي بسحب الجويستيك ناحية الشمال. تعمل ايه هنا يا صديقي لما يكون الخصم اللي قدامك بيلعب زي ما قلتلك في اول الفيديو؟ تلعب على نقطة يعني غلط يعمله، وهو هنا عمل رمى المولوتوف تمام، ظهر بجسمه كله، مرماش المولوتوف بسرعة وهو بيرمي المولوتوف ظهر بجسمه كله. فانا استغل لو هو لعيب انا استغل الخطأ اللي هو عمله ده واطلع من الاوضه بسرعه واضرب بري فاير وهو بيرمي المولوتوف وبالتالي هتجيبه ايزي. طيب هنا في دو بش عليا والدو ده لعيب بجد يا شباب، فلو كانوا بشوا عليا الاتنين مع بعض كنت اتجبت ايزي. اول حاجه لما يبش حد عليك في عماير سكول، اول حاجه ولازم تاخد بالك منها تبعد عن الندات وتبعد عن الاوض، يعني تخليك واقف في النص. طيب هنا الفايت طول يا شباب عشان كانوا لعيبه جدا، فده نط هنا سمعت صوته سخنت نيد ورميتها له صح فجبت الاول. فانا مش هفنش علشان صاحبه بالظبط كده يستعجل وينزل، هو دمجني وانا دمجته. طيب هنا بشيت له يا شباب، انا مرضتش افنش صاحبه هنا بشيت له. هو عمل غلط هنا يا شباب اللي هو خد يمين، يعني خد هو يمينه وخلى الفايت من ناحيته شمال، يعني انا كان فايت من ناحيتي هو خلاه يميني وخد هو الفايت الشمال. فانا دخلت وهو جنب عليه وكان الجنب غلط جدا، وكمان لازم يسحب بري فاير ويسحب الجويستيك يمين وشمال ما يجنبش. طب هنا كان في سكواد يا شباب ركزوا معايا هنا جدا. انا طبعا كنت وقعت في الاول واللي كان واقف فمضطر كنت اسحب وهيل وخش تاني. فانا انا وقت الاول والتاني سمعته جاي من تحت، فطبيعي كان لازم اجيبه بسرعه عشان سامع واحد في ظهري، تبعد شويه عن الكفر، تاخد مسافه عن الكفر علشان لما يبش عليك تضرب بري فاير ويزي ليك. هنا سحبت شويه مرضتش افنش صاحبه عشان هو ينزل مستعجل طبعا،
وطبعا نزل يعني بالظبط زي ما انا حسبت، وكان مستعجل عشان ما فنش صعبه، وسحبت انا ناحية الشمال وهو ما خدش باله وجبته ايزي. طيب يا شباب، هنا كان فايت مع اتنين برضو لاعيبة جدا جدا، وشوف اتعاملت معاهم ازاي. هنا رميت نيد يعني ما فيش حد دامج منها، وشوفوا ازاي هسحب الخصم يا شباب، ركزوا جدا. شوف ازاي سحبت هنا وبش هو، انا اسحب يمين وشمال واضرب بري فاير، تسحب الجويستيك يمين وشمال وتضرب بري فاير. طبعا هنا انا متدمج وهو متدمج، فتضرب بيك من ورا الكفر، بيك صغير كده هتجيبه ايزي. يعني وانت بتعمل كراوتش وتضرب بيك، اسحب الجويستيك ناحية الشمال. وطبعا هنا فايت زي يا شباب، هنا كنت يعني كلهم بشوا عليا وانا معرفتش اسحب الاولاني اول ما دخل، فانا نطيت هنا. طبيعي هينط وراي، تسحب خصمك طبيعي هينط وراي زي ما انتوا شايفين كده. استعجل سحبت الاول، والتاني هينط برضه عشان ما فنش صاحبه، وجبت التاني. هنا يا شباب الفكرة في الفايت اللي فات ده عيدوه وركزوا فيه جدا جدا، والله هتستفادوا. الفايت اللي فات اللي دخل من الباب ده انا معرفتش اسحبه، وكان التاني فاتح نين، فطبيعي لو فضلت واقف في الاوضه فهتجاه، فنطيت من الشباك فضلت واقف على اساس ان هم هينطوا عليا، وبالفعل هم نطوا. ودي يسمى سحب الخصم، تنط وتسحب خصمك وهم هينطوا وراك مستعجلين ومش هيركزوا هما بيعملوا ايه، وتجيبهم ايزي. طيب هنا كان سكواد وقعته تمام، وصاحبه كان بيرف على الباب، فانا توقعت كده ورمتني. كان فاضل صاحبه الاخير هنا، انا سحبته وكان بيرمي مولوتوف علشان ورماها بعيد علشان انا اطلع من السرد. فانا وقفت هنا خدت سرد شمال تمام، وكون زاويتي يميني. لما تاخد سرد حاول تكون زاويتك يمين. فانا خدت سرد وطلعت عملت دوج عالضيق كده، اللي هو دوج مش واسع، وهتجيبه ايزي. طبعا هنا كان في اتنين، ده وقت الاولاني زي ما انتوا شايفين كده، والتاني فلانك يعني على اساس ان انا مش سامع صوت يا ولا. فانا رميت له مولوتوف وانا ننزل من المكان ده شله وهيرمي نيد. فانا مرضتش كالعاده يا شباب، تعودوها ما تفنش وما تستعجلش على الكلات، هيخليك تكسب الفايت. وهنا كمبرو يعني رف صاحبه كمبرو، فانا مستني تلعب على غلط يعملوا السكواد ده. فهو رجع كان عايز ياخد كفر، هو رجع وانا جبت الاولاني، فطبيعي لازم تبش على طول، بوش واسحب الجويستيك شمال، بوش واسحب الجويستيك شمال بالظبط كده. وكان ايزي يا شباب وجبت الاتنين. هنا ركزوا جدا في الفايت ده يا شباب. شوفوا انا عمال الف ليه بقى، عمال الف علشان اعرف مكان الخصم وهم كام واحد، واهني مكان بالظبط الكويس اللي انا اختاره افايت فيه. اهم من الفايت اللي انت تختار المكان المناسب اللي تفايت منه علشان ما تتغدرش. طيب انا نوكت واحد هنا يا شباب، وركزوا جدا معايا. انا فتحت نيد، التاني قرب، وطبيعي هو كمان هتلاقيه بيفتح نيد، فانا فتحت نيد وهو طلع لي اوبن. فانت تحاول تبيك من ورا الكفر، ودي بتيجي عن طريق التدريب، تبيك من ورا الكفر وهتجيبه ايزي. وصاحبه جه على طول، فانت سرعة منك يا صديقي لازم، يعني في حاجة كده بتسميها يعني ولا تكتيك ولا اي حاجة كده تسميها مهارة وتدريب. دي بتيجي مع التدريب اللي انت تبقى عندك ردة فعل قوية وتجيبه. وهنا سمعت صوت عربية وكانت معدية من على الطريق، فكانت ايزي ليا وجبتها ايزي. اروح افنش بقى. فإن يا صديقي اتبعت يعني المهارة اللي انا قلتلك عليها في بداية الفيديو، ان انت تلعب على اخطاء الخصم، بجد لعبك هتغير 180 درجة. طيب هنا ركز في الفايت ده يا شباب. سمعت واحد كان واقف على الشباك، لما انا فتحت النيد هو نط واقف على الشباك، فانا يعني نطيت وجبته. وهنا كان واقف على الباب علشان كان في بوتين، وزي ما قلت لك تلعب على نقطة الخصم. هو كان في بوتين فهو ما كانش سامع الصوت، فانا جبت صاحبه ونزلت جبته ايزي. وهنا كان في فايت يا شباب، ركزوا معايا. هنا صاحبي اتنوج، فانا سبت صاحبي خالص، مش ضروري ترف صاحبك، وهم اكيد هيبوشوا مستعجلين عشان نوكوا طبعا. هنا سبت صاحبي وجبت الاولاني وضربت بري فاير مع سحبة الجويستيك عشان كان الفايت على شمالي، وعلى شمالي صعب جدا تسحب الجويستيك ناحية الكفر. وجبت التاني هنا ايزي، وكان الفايت ايزي.
وهنا يا صديقي ما يسمى بسحب الخصم. شوف انا عملت ايه وسحبت الاتنين دول، ما كانوش بيوشوا، فانا ضربت على اساس لو يجوا على اساس بوت او اعرفهم مكاني علشان يجوا يفايتوا معانا. فده شوف الراجل ده هيقول ايه في الاخر، اللي هو جه على اساس اللي هو بيحسبني بوت، وده غلط جدا بيقع فيك يعني كتير من اللعيبه. واحد ضرب لك طلقتين انت مش عارف بوت ولا لاعب، العب وبش عليه على اساس لاعب. بوت مش بوت، هتبقى بشيت على اساس لاعب وطفيته ايزي. وهنا التاني صاحبه انا مرضتش افرنس صاحبه طبعا كالعادة زي ما انتم متعودين، علشان يجي ويفايتني وما يكمبرش او يخلع من المدينة. طبعا هنا انا بحاول اسخله نيد، ورميت النيد دي وهو مش سامع الصوت، فتحاول تسخن النيد على طول وترميها على مكانه وتبش على طول بعد النيد دي. طبيعي لو ما وقعش من النيد هيبقى متدمر. وزي ما انتم لازمتها شايفين بوت كده طيب جبته يا اسطى؟ ايزي، ليه لازمتها بوت؟ قول لي. والفايت كان ايزي. وزي ما انتم يا اسطى انا شايفين يا اتخضيت شباب، بس. هتشوف مش هو قال عارف انا ايه، جاي على اساس انه بوت، وده ما يسمى بسحب يا اخي الخصم. والمصحف او فكرتك بوت اصلا بس العب عاش على عليك يا نقطة اسطى. ضعف الخصم لا او عاش والله. تخدع الخصم. اتغبيت لا مؤاخذة يا اسطى. عاش يا شباب، عاش عاش فنش يا جي. صاحبي. الواد ده عاش عليك. بيتحالف عاش معاه. على اللوم. طبعا هنا ده كان نفس السكواد، لو ركزتوا ده كان نفس اللي هو الزلزال ده، كان نفس السكواد اللي جبته في المدينة. شوف هنا انا نوكته، ولما تكون يعني تلعب بذكاء ضد اي حد ممكن تنوكه مرة واتنين وتلاتة. هنا نوكته وسبته يترف علشان افايتهم تاني، وشوف كمان لعبت معاهم ازاي وفايتهم ازاي. طيب هنا يا صديقي انا كنت ماسك سيرت عليهم ودمجني وانا دمجته، فهنا سحبت له العقدة كالعادة عشان ما ينفعش اخد سيرت، وبيكت عملت كراوتش وبيكت وسحبت الجوست ناحية الشمال وجبت الاولاني، والتاني دمجته طبعا وطلع فوق. فانا هسيبه برضه يطلع فوق علشان اسحبهم واعرف العب معاهم بالندات ويكون الفايت ايزي. فانا رميت نيد وفتحت التاني على طول عشان ما يسمعهاش، وضربتها لاست عكس هنا من المكان ده كده، وجبت الاولاني وضربت بري فاير وجبت التاني ايزي. طيب يا صديقي اتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك وبس كده. اشوفكم فيديو جديد، سلام.